تقدر هالورقة هذه تلبسها زي الخاتم؟ تقدر ولا ما تقدر؟ الورقة اللي معك الآن. طيب هذه الورقة نفسها تقدر تلبسها زي السوارة أو الساعة؟ تقدر؟ ممتاز. طيب تقدر نفس هذه الورقة، الحين بنتكلم عن فن المعقول والممكن، أن ليس كل شيء متاح. طيب تقدر هذه نفس الورقة تلبسها لا على رقبتك؟ لا أنا يمديني أنا. لا كلها كاملة. أنا شوف كذا قطعتها. ها تقدر ولا ما تقدر؟ لا. طيب أنا الآن أقدر. انتبهوا، أنا الآن أقدر. سامحوني بنوسخ المكان بس شوي. لا عادي. الآن أنا أقدر. طيب ايش اللي ما يخليك أنت تقدر؟ أنا الصغير ولا أنا الكبير؟ يا أخي الإمكانية. ها وش الإشكالية الآن؟ أنا قدرت. الورقة على المطلوب. وسعت طيب أنا قدرت الآن، ليش ما تقدر أنت؟ ورقة كبيرة ورقة صغيرة. وش اللي ورقتي كبيرة؟ يا أخي قل ما شاء الله، الله رازقني. الله معطيني ورقة كبيرة. صح. طيب تقدر تصير مثلي؟ إيه. كيف تقدر؟ ورقتك لا هذه ورقتك، هذا حقي. لا والله ما أقدر. ما تقدر، خلاص ممتاز. طيب لاحظوا شو اللي يصير الآن؟ يصير التالي. كثير من الناس يظن أنه لا يستطيع أن يفعل ما فعلت إلا بوجود الورقة الكبيرة. يقول أنا لو مثل فلان، لو عندي مثل فلان صرت مثله، لو عندي فلوس صرت مثله، لو عندي لغة مثله صرت كذا، لو أني فاضي سويت. عمره ما فكر في اللي يملك، يفكر في اللي يملك الآخر، وأن سبب نجاح الآخر ما يملك الآخر. لاحظوا الورقة اللي معكم هذه، أنا ممكن أسوي بها كذا، نفس الورقة اللي معك، نفس الحجم اللي معك، لكن أنا ما جيت وقلت ليت معي ورقة كبيرة. قلت خلوني أفكر في القدرات اللي أنا أملكها. الله عز وجل لا يخلق عبثا سبحانه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله آتاكم القناة الآن، سيسألكم عنها. يا رب. الله عز وجل آتاكم الحكمة، سيسألكم عنها. آتاكم اللفظ، آتاكم النشيد، آتاكم التمثيل، آتاكم هذه القناة، آتاكم أشياء كثيرة سيسألكم عنها. عمرك فكرت في نفسك إيش تملك؟ يا كثر ما نفكر إيش يملك الآخر، بس إحنا ما كثير وليس دائما نتحدث أو نفكر فيما يملك أو ما نملك نحن، وإنما ما يملك الآخر. ولذلك هذه الورقة البسيطة عندما تقسمها بطريقة صحيحة فإنك تستطيع بإذن الله تعالى أنك تلبسها وبكل بساطة. الله تلبسها. الله عليك. متى نتوقف عن أن احنا ما نستثمر ذواتنا؟ إذا ما عاد نفكر فيها وصرنا نفكر نقول ليتنا مثل عند فلان، عمري ما فكرت في اللي معي. أيها الكرام، احنا عندنا أشياء كثيرة. الله عز وجل لا يخلق عبثا، خلق السماوات والأرض والكواكب والجبال والأنهار والأحجار لسبب أن تكون أنت مؤثر في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا مؤثرين ومتأثرين بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.